هل خطر ببالك يوما أن مجرد النظر إلى شيء ما قد يغير واقعه؟ في عالمنا الكلاسيكي هذا يبدو ضربا من الجنون، لكن في عالم ميكانيكي الكم هذا هو الواقع. مرحبا بك في أحد أكثر الألغاز إرباكا في تاريخ الفيزياء، مشكلة القياس الكمومي، الظاهرة التي حولت الفلاسفة إلى علماء والعلماء إلى متأملين في ماهية الواقع نفسه. في القرن العشرين بدأ العلماء يكتشفون أن الجسيمات الصغيرة مثل الإلكترونات والفوتونات لا تتبع قوانين نيوتن، بل تتبع عالما جديدا غريبا يدعى ميكانيك الكم. مثال توضيحي لذلك: الإلكترون لا يوجد في مكان واحد، بل يوجد في عدة أماكن في الوقت نفسه. هذه الحالة تعرف بالتراكب الكمومي سوبر بوزيشن، وإذا ارتبط الإلكترون بآخر فإن أي تغير يحدث لأحدهما يؤثر فورا على الآخر حتى لو كانا على طرفي المجرة. هذه الظاهرة تدعى بالتشابك الكمومي. نعيش في عالم نستطيع فيه التنبؤ بحركة الكواكب، لكن لا يمكننا التنبؤ بمكان جسيم دون ذري بدقة. من مشاكل القياس هي الملاحظة تغير كل شيء، يعني عندما لا نراقب الجسيم يعيش في حالة احتمالية، موجة من كل الاحتمالات الممكنة، لكن ما أن ننظر حتى تنهار هذه الموجة ويظهر الجسيم في موقع محدد. هذه الظاهرة تدعى انهيار دالة الموجة. التجربة الشهيرة تجربة الشقين المزدوجين، الكترونات تطلق عبر شقين، وعندما لا تراقب تشكل نمط تداخل كما تفعل الأمواج، لكن عند مراقبتها تتصرف كجسيمات ويختفي نمط التداخل، كأن الكون ينتظر أن ننظر ليقرر كيف يتصرف. السؤال الحالي: هل نعيش في كون واحد أم أكوان متعددة؟ هنالك عدة تفسيرات علمية متعددة تفسر هذه النظرية. تفسير كوبنهاجن: الواقع لا يتحدد إلا عند الملاحظة، الجسيم لا يكون في مكان حتى نراه. هذه هي تفسير كوبنهاجن. أما تفسير العوامل المتعددة: عند كل احتمال ينقسم الكون في عالم نشاهد الإلكترون في اليمين، وفي آخر في اليسار، وفي ثالث لن نراه أصلا. تفسير العوالم المختلطة: لا يوجد انهيار فعلي، بل الجسيم يتفاعل مع البيئة مما يخفي التراكم. كل تفسير يغير جذريا فهمنا للواقع. فهل الملاحظة قوة أم وهم أم مجرد بوابة لواقع أوسع؟ هنالك عدة تجارب حديثة للبحث عن الحقيقة، تجارب تستند إلى مبرهنة بيل تثبت أن لا وجود لواقعية محلية كما نظن. تجارب تظهر أن اختيار طريقة القياس قبل التجربة يغير النتيجة، يعني لحظة اختيارك طريقة القياس قبل التجربة راح يغير نتيجة هذا الشيء. علماء اليوم يستخدمون الحوسبة الكمومية لمحاكاة أنظمة تعيد اختبار أساس ميكانيك الكم، وما زال السؤال بلا إجابة: هل الواقع موجود قبل أن نراه؟ هل الواقع يتشكل قبل مشاهدته؟ الواقع كما لم نتخيله. عقولنا معتادة على الزمن الخطي، الماضي، الحاضر، المستقبل، لكن ماذا لو كانت كل هذه الأبعاد مجرد إسقاطات لشيء أكبر؟ هل نحن فقط أدوات قياس للكون؟ هل الوعي هو من يصنع الواقع؟ ربما كل ما نراه هو نسخة من واقع غني لا يمكن إدراكه. بالحقيقة نحن نعيش في فضاء ذو أبعاد متعددة، قد تحتوي على تاريخ موازي أو احتمالات لم تكتشف بعد في هذا السياق. يمكن أن نعتبر الملاحظة كفعل إبداعي حيث تخلق عقولنا تجارب جديدة، لكن ماذا عن العواقب؟ إذا كان كل فعل من أفعالنا يغير الشريط الزمني بشكل متزامن في عوالم متعددة، فهل نحن نخلق واقعا جديدا في كل مرة نختار فيه أن ننظر أو نتفاعل؟ كما تبدو الأمور يقدم لنا عالم ميكانيكي الكم أكثر من مجرد مفاهيم علمية، ينقلنا إلى منطقة رمادية بين العلم والفلسفة، مما يدفعنا للتساؤل عن طبيعة الوعي والواقع. قد لا تكون الأسئلة التي نبحث عنها عن إجابات لها محدودة بالعلم فحسب، بل تتجاوزها لتتعلق بكينونية وجودنا. كيف نعرف الواقع وما هو دورنا في تشكيله؟ عندما ننظر إلى عالم من خلال عدسة ميكانيك الكم، قد ندرك أن كل شيء متصل، وأن كل اختيار وكل ملاحظة يمكن أن تكون بمثابة رحلة لاستكشاف إمكانيات لا حصر لها.
شكرا لمتابعتك لهذا الفيديو، وهل فكرت يوما في كيفية تأثيرك على الواقع من حولك؟ إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، وترك تعليق برأيك حول قوة الملاحظة في تشكيل الكون.